أهلا وسهلا بكم في قناة ميشا سبيس. سوف نقوم بتحضير حشو بوراك اقتصادي ورائع جدا، وسوف نضيف له مكون سري لا يخطر على البال. حقيقة حشو لذيذ جدا وبطريقة صحية أيضا. إذا دون إطالة، إذا كنتم أول مرة تزوروا قناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إذن على بركة الله أحتاج حبة كبيرة من البصل، حبات من الجزر، وفلفل أخضر وأحمر إذا توفر. أقوم بسحق المكونات جيدا باستعمال مطحنة كهربائية، أو يمكن استعمال سكين بتقطيع هذه الخضار إلى مربعات صغيرة جدا، أو باستعمال أداة يدوية لفرم الخضار. أضع الملح وأتركها جانبا. من جهة أخرى أضيف اليقطين أو القرع الأحمر، هذا المكون السري الذي سوف أضعه في البوراك. سوف أقوم بطهي القرع الأحمر والبطاطا على البخار. بعد ذلك سوف أضع الخضار تتقلى في زيت الزيتون في مقلاة بهذه الطريقة حتى تذبل تماما وتتبخر ماء الخضار كليا. نتحصل على هذه النتيجة. يجب أن تجف الخضار من الماء. إذن أترك الحشو جانبا لنكمل بقية خطوات العمل. أقوم بسحق البطاطا والكابويا أي القرع الأحمر بهذه الأداة اليدوية. من الأفضل سحق هذه الخضار وهي ساخنة. بعد ذلك أضيف كمية من الأرز الأبيض، أنا كان لدي في الثلاجة، يعني مسلوق في الماء والملح عادي. ثم أضيف كمية من الجبن الأبيض، أنا كنت حضرته في البيت. كما يمكن استعمال جبن مثلثات حوالي 4 أو 5 قطع. أنا وضعت كمية معتبرة من الجبن يعطي نكهة مميزة للبوراك. كما يمكن استعمال الجبن المبشور. البدائل دائما تكون موجودة. ونقوم بسحق المكونات جيدا. أضيف القليل من البقدونس المفروم بشكل ناعم. إذا كما تتابعون حشو جد اقتصادي بمقادير متوفرة في كل بيت. يمكن إضافة الكوسة أو القرع الأخضر يكون مفروم مع بقية الخضار. أضفت في هذه الأثناء القليل من الكركم والقليل من الدجاج، أنا كنت حضرت أكلة بالدجاج ووضعت القليل منه في هذا الحشو. كما يمكن استعمال التونة أو لحم مفروم أو الاستغناء عن هذه الإضافات. إذا وضعت الحشو المتبقي مع بقية الخضار وها هو جاهز أمامنا. لدي هنا أوراق من الديول متوفرة في المحلات، أو يمكن اختيار نوعية التي تفضلون، سواء التي تحضر في المصانع أو التي تحضر في البيت لا يهم. نقوم بفتحها بهذه الطريقة ونضع كمية من الحشو ونقوم بلفها على شكل سيجار بشكل طولي بهذه الطريقة. خطوات العمل واضحة، وطريقة عمل البوراك سهلة، وخطوات العمل واضحة. وطاولة الإفطار في شهر رمضان لا تخلو من البوراك. بهذه الطريقة يمكنكم تحضيره بكل سهولة بمقادير اقتصادية وصحية في نفس الوقت. بعد الانتهاء نقوم بدهنه بالقليل من زيت الزيتون أو زبدة تكون صحية ووضعه في الفرن. وأنا كنت في عجلة من أمري وضعته في زيت في مقلاة وتحصلت على هذه النتيجة. بوراك مقرمش، حتى ولو وضعناه في الفرن نتحصل على هذه القرمشة. بوراك بحشو اقتصادي وإضافة اليقطين أو القرع الأحمر للحشو لا يظهر نهائيا ولا نحس بطعمه إطلاقا عند تناول هذا البوراك. نرافقه مع شرائح من الليمون، وحتى الأطفال يعجبوا به كما تشاهدون، وتناولوه بالكامل دون الشعور بطعم اليقطين. وكما ذكرت يمكن تحضيره في الفرن بطريقة صحية بدهنه بالقليل بزيت الزيتون حتى يكسب اللون الذهبي، وبالتالي تتحصلون على بوراك صحي 100%. أتمنى أن ينال إعجابكم الفيديو. شاركوه مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة للجميع.
ورجاء الضغط على زر الإعجاب لأنه مهم في انتشار الفيديو. شكرا على المتابعة، ونلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.